والاهلي هيخربها، الاهلي ناوي يخربها. تعال بص التصريحات كده، بص التصريحات ديت وانت تعرف. خلي بالك الكلام ده من صفحة يورجن كلوب بالمناسبة، يعني الرسمية، يعني انا مش بألف لك ولا بجيب لك حاجة من عندي. خلي بالك الحوار ده لو حصل هيبقى نقلة كبيرة أوي 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 في تاريخ الكرة المصرية. اللي هو بيقوله إن هو الراجل منفتح جدا على التعاقد مع النادي الأهلي وبتاع، وإن هو خصوصا إن هو مش بيتعارض مع التعاقد بتاعه مع شركة ريد بول وبتاع، وده ترشيح أصلا من شركة ريد بول ليه. مليارات، يلا مليارات بتتصرف وبتاع. بس بص، هو في ميزة إن هو عارفين إن بيصرفوا الفلوس دي في إيه. المشكلة ان انت ممكن يبقى معاك فلوس بس مش عارف توظفها، مش عارف تصرفها فين. هي دي الميزة. الله يكون في عوننا والله يا جمهور الزمالك، يعني الاهلي هيخربها.